مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. باش يجيكم غير جديد اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات أول بأول. عاجل، الكاف تسلط عقوبة قاسية على جمال بلماضي بسبب ما قام به في مباراة النيجر. لنتابع التفاصيل. بات جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر مهددا بالتعرض لعقوبات قوية قد تهدد مسيرته المميزة مع محاربي الصحراء بسيناريو تكرر قبل عام، وقادت الكوتش جمال بلماضي منتخب الجزائر للفوز على منتخب النيجر بنتيجة مقابل 1-0 مساء الاثنين في الجولة الرابعة من التصفية المؤهلة لكأس إفريقيا. وبعد نهاية المباراة توجه جمال بلماضي للحكم الرابع مطلبا إعادة مشاهدة اللقطات المثيرة للجدل ليرفع يده إلى السماء مشيرا إلى أن العدالة الإلهية كانت في صف الجزائر، ولم يتقبل مدرب الجزائر قرارات الحكم بوبو تراوري الذي ألغى هدفين للاعب فارس شعيبي ليظهر فيما بعد أن أحدهما كان شرعيا. ويتخوف الجانب الجزائري أن يتعرض جمال بلماضي لعقوبة جديدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب انتقاداته للحكم. وتعرض الكوتش جمال بلماضي عقوبات مالية منذ أشهر بسبب تصريحاتها النارية في حق الحكم الغامبي بكاري غسامة.